السلام عليكم لكل متابعين قناتي. يا رب دايما تبقوا بخير وبسعادة. طبعا احب ابدا الفيديو بتاعي بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده انا هعمل لكم حاجه ان شاء الله تعجبكم. انا هعلمكم ازاي تعملوا ورده بالستان. انا قلت لكم قبل كده ان بنستخدمها كتير، بنستخدم الوردات كتير في شغلنا يعني واحنا شغالين. فانا جايبت لكم طريقه سهله وبسيطه وهعلمها لكم. وطبعا هنعمل النهارده حاجتين، يعني انا هعلمكم الورده وممكن نستغلها في حاجه بسيطه يعني. انا طبعا معايا ستان اي مقاس انت عايزاه، سواء المقاس ده في مقاس اعرض شويه زي ما انتم شايفين كده. طبعا الستان عندي بيبقى عايز هنا بيتسوى من الجزء ده الاولاني ده، وطبعا هو ده بينسر. فانا هعمل ايه؟ انا هجيب معايا الولاعه كده وابدا اسلط بس عليها النار كده بالمنظر ده كده. خلاص مش هبقى محتاجه اعمل فيه اي حاجه. اقوم جايبه بقى معايا خيط وابره، او لو انا عايزه اعمل مستخدم مسدس الشمع مفيش مشكله، بس الخيط والابره هتحكم فيها شويه. اهي هقوم جايه عامله كده بالشكل ده. تمام اهي. هبدا اعمل هاتني بس اول الطرف كده وهخيطه بالمنظر ده كده. هاجي على الجزء التاني، هي عباره عن هتبقى عباره عن المساحات دي. هاجي هنا كده على مع نهايه الحرف ده اعمل الطرف التاني، واقوم جايه عاملاها كده اهو كده، واقوم جايه مخيطاه. هاجي هنا من الناحية دي برضو مع نهاية الخط ده، اقوم جاية واخدة الخط التاني. طبعا اطول المساحات واقصرها زي ما انا عايزة، واقوم جاية مخيطة. هو الخياطة بحكم فيها شوية عن المسدس، او هتشوفوها اكتر من مسدس الشمع. اهي كده شايفين بعمل مساحات متفاوتة علشان اهي مع نهاية الخط ده، عشان مع نهاية الوردة هقوم جاية مجمعاهم، اعمل بيهم شكل، يعني هيدي شكل مدور كده. شايفين هيبقى كده. بس انا مجهزه طبعا، ثواني هعدل دي عشان دي مش مظبوطه شويه اهي كده بالشكل ده. ثبتهم مع بعض. طبعا اتانيين اعمل بقى لحد ما انا عايزه المساحه اللي انا عايزاها، يعني انا هقعد اعمل كذا واحده اهي كده. طبعا انا مجهزه واحده معايا عشان برضو تبقى سهله شويه اهي. شايفين هتبقى واخده الشكل ده كده. طيب انا هعمل ايه بقى؟ انا هركن دي بقى. انا مجهزه واحده اهي معايا اهي. شايفين المساحات كده؟ انا عامله مساحه اهي. هبدا اعمل ايه بقى؟ اجيب مسدس الشمع بقى معايا في المرحله دي، وهعمل كده هلزق كده المسدس كده اهو كده، وهبدأ الفها كده. طبعا اخد بالي الف دي برضه حواليها كده، احط نقطة صغيرة اهي بالشكل ده. طبعا انا بكبر واصغر الوردة زي ما انا عايزة، يعني انا عايزاها اكبر من كده مثلا تنحط على قدادية. وخلي بالكم مساحة المساحة كمان بتاعت في هنا سمك اكبر شوية للستانة. شايفين؟ طبعا في اشكال كتير ان شاء الله اعلمها لكم كل مرة كده، ما بين كل فيديو وفيديو نعمل شكل وردة، لان عالم الستانات ديت الورد بستان كبير جدا يعني، هتلاقي اشكال كتير اهو. شايفين؟ نبدأ بقى نشيل بس الحتة دي عشان طبعا انا عندي في النص هنا بقى، انا عندي هنا خرزة كده اقوم جاي حطاها هنا كده. شايفين؟
طبعا هي الوردة كده كبيرة شوية. تمام. انا ممكن اعمل ايه بقى؟ شايفين ديت اسمه كلفة، بتتباع عند بتاع الكلف برضو، في منه الوان كتير، بس انا جايبه ده عشان انا هعمل بيها، يعني جايباه لغرض معين. يعني انا هعمل بيها استخدمها اعمل بيها اكسسوار. انتوا عارفين الطوق اللي بيبقى على الرقبه بالظبط كده؟ انا جبته عشان كده. ان شاء الله انا هعمل جزء تاني من القناه، ابقى اسيب لكم الرابط، بس ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل فيه للاكسسوارات، شغل اكسسوارات. لو عجبكم يعني عرفوني انا ان انا عندي شويه اكسسوارات افكار حلوه ليها، هعملها لكم باذن الله. شايفين انا دي قست على قد الرقبه بتاعتي، واقوم جايه واخده دي كده هوصلها في النص. وطبعا وعلى فكره مش شرط دي الكلفه دي، ممكن هي عشان الكلفه دي انا جايبها عشان هي طالعه موضه شويه للبنات، انما انا جايبه ممكن تبقى ستان مثلا اهي كده، لونها لون مختلف، او بنفس اللون الاحمر عشان تبان. وممكن نحطها على توكه طبعا. يعني افكار كتير جدا ممكن تتنفذ. دي برضو على قد الرقبه اهي بتتعمل كده، بس انا عايزه ازلزل على الاسمر عشان هتبان اكتر، اللون الاحمر ده يبقى حلو على الاسمر اهو. شايفين كده وصلنا تقريبا اهي. وطبعا انا ممكن اصغرها، يعني ممكن تبقى هي كبيره شويه كده، بس علشان اوريها لكم اهي بالشكل ده. تمام كده. طب انا هعمل اقفلها ازاي من هنا؟ طبعا دي ممكن اعملها توكه زي ما قلت لكم، يعني تتعمل توكه زي تربونه كده، تربونه للبنات وتتحط. او ممكن اجيب، انا عندي هنا حاجات للاكسسوار، كنت يعني تقفيلات بقى للقماشات اللي زي ديت. او انا ممكن استخدم يعني هتنيها شويه كده عشان تبقى، طبعا انا الاول بالولاعه، وهبدا ايه اسوي الاطراف كده علشان ما تفكش مني. وابدا مثلا ممكن اتنيها كده بالشكل ده كده اهو، عشان تبقى صغيره شويه المساحه اللي انا جايباها دي اهي. وهدخل دي كده هنا، شايفين؟ يعني ده بقى شويه تظبيط شويه اهي، ودي هنضغط عليها. طبعا في ادوات معينه كده، شايفين؟ هاجي برضو نفس الجزء التاني هنا كده اهو، اتنيها كده عشان بس تبقى مظبوطه كده اهو. واخد الشكل ده. دي تقفيلات بتتجاب من عند بتاع الكلف، اكيد بتاع الكلف يبقى عنده الحاجات دي برضو، لان انا جايباها من عند بتاع الكلف، يبقى عنده حاجات الاكسسوارات، او اي محل بقى بيبيع الحاجات ديت انتوا عارفينه وتقدروا تجيبوا منه. تمام اهي كده. دي على التقفيله من ورا. طيب انا عندي بقى لسه ما كملتهاش، المفروض في عندي تقفيله زي دي كده مدوره اهي، افكها كده وهركبها هنا. دي بتبقى في الاكسسوارات طبعا، اكيد كلكم عارفينها يعني اهي. وادي هنا برضه هركب واحده الجهه التانية، بس الجهه دي كده هركب فيها بقى اللي هو الكليبس بتاع العقد نفسه، اللي هو بقفل منه العقد، اللي هو ده واضح لكم اوسعها بس سنه كده، وادخل دي هنا، وبعدين ادخلها هنا نقفلها كده، شايفين؟ وطبعا لو انا عايزاها اسوره اعملها اسوره اهو بالشكل ده، واقفلها بقى كده، شايفين؟ انا ثواني بس اوريها لكم بقى. بصوا انا جبت البونبونيره عشان ايه، يعني احاول اوضحها لكم شويه. شايفين؟ بالشكل ده كده. طيب انا ممكن اعمل شكل تاني برضو، اعمل فيونكه بقى صغيره كده. تمام اهي،
هعملها ازاي؟ برضو بنفس الشكل ده. هجيب هنا برضو هلسع الجزء ده وهقوم جايه عاملاها، شايفين كده كده، احط الصباعين دول كده واقوم جايه جايباها كده وتانيها زي اي فيونكه بتتعمل اهي كده. بس كده صغيره كده تمام. واقوم جايه اقصها برضو مثلا انا عايزاه، بس انا احاول الزقها بقى عشان هي منها رفيعه. العريضه بتتربط بسرعه، بس انا مش عايزاها كده يعني مقاسها عاجبني كويس. تمام. هقوم عامله واحده كمان كده، واقوم جايه تانيها كده من هنا اهي اهي كده تمام. واقوم جايه قصها الزقها بقى، بس اظبطها كده الزقها من هنا كده، واقوم جايه احطها على دي. ممكن اصغرها شويه عشان تبان كده، اقل منها شويه، واقوم جايه احطها كده برضه تمام. وهاجي من هنا واظبط بقى الايه كده اهي من الناحيه دي برضو كده بالشكل ده برضو. دي برضو انا عملتها ايه، لو استفدنا منها استفدناها في الشغل بتاعنا برضو. اول قصد ان انا عاملاها عشان اوريها لكم على اوريها لكم كاكسسوار يعني على الطوق ده برضو، بدل الوردة اللي احنا عملناها اهي. واقوم جايه لافعها برضو كده اهي بالشكل ده تمام. وهاجي برضو على على الطوق البامبا ده بقى، واقوم جايه برضو موسطناه حطاه في النص، شايفين ده النص كده تقريبا اهو كده، واحطها هنا كده. طبعا وانا شغاله زي كل مره بقدم لكم شكر على التعليقات اللي انتوا بتعملوها، بصراحه تعجبني جدا جدا يعني، شكرا ليكم. انا هجيب خرزه كده لونها فضي احطها هنا كده، عايزه بس دي كده اهو احطها هنا كده اهي عشان تديها منظر يعني اشيك. دي بتتحط، الطوق ده بيتحط على الرقبه بس كده، بتلف على الرقبه كده او على الايد، او لو اصحاب العروسه عايزين يعملوا طالع جديد الافكار دي في الافراح دايما اصحاب العروسه او قرايبها او اخواتها يبداوا يعملوا الحاجات دي وتتحط على تتحط كده على الايد تمام. طبعا لو انا عايزاها بقى اهو زي ما اتفقنا هبدا اقفلها من هنا كده اهي كده اجيب التقفيلات دي زي ما انا قلت لكم من عند بتاع الكلف. واحده تانية اهو كده، انا قفلتها بقى عشان الوقت شايفين زي ما قلت لكم. طبعا تنفع تربونه او تنفع توكه، او ممكن احطها على اي حاجه عندي، ممكن احطها على المرايه اللي انا كنت عاملاها تقفيله المرايه بتاعه المره اللي فاتت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. طبعا اتمنى تعملوا اشتراك في القناه، ونفس الفيديو يوصل ل1000 لايك. شكرا.
شكرا ليكم.